بهاي اللقطة راح تشوف انه المنتخب العراقي بعملية الضغط العالي تطور جدا على يد جراهام ارنولد، وهذا الشيء اللي سهل الحياة امام منتخب بوليفيا. راح تشوف انت منتخب بوليفيا ما راح يقدر يطلع بالكرة بسهولة، وهذا الشيء بسبب فكرة لعبها جراهام ارنولد مع لاعبي المنتخب العراقي، فكرة الروتيشنال بريسنج او اللي هي عملية الضغط التبادلي، اللي هو استخدم هنا جراهام ارنولد مهاجمين اثنين حتى يكونون على 3 لاعبين من منتخب بوليفيا بعملية البناء، اللي هم 2 من قلوب الدفاع مع لاعب الارتكاز. راح تلاحظ دائما موجود ايمن حسين وعلي الحمادي راح يتداورون الكرة بعملية ضغط تبادلي، راح يقطعون مسار التمرير ويتركون احد قلوب الدفاع حر على مود يضغطون عليه بكاونتر بريس او ضغط لحظي، وهذا الشيء اللي راح يولد يا اما اخطاء من منتخب بوليفيا يا اما راح يجبر منتخب بوليفيا لعب الكرة الطويلة، وهذا اللي كان يتمناه جراهام ارنولد طول المباراة. شباب لازم تشتركون بالقناة، انا مسوي فيديوهات محضر ان شاء الله كلش تعجبكم، دا اشتغل من كل قلبي. فموضوع الاشتراك وموضوع اللايك والكومنت مالتك والشير ما تتخيل جد يفرق لي. راح هواي افكار انا شفتها جديده على منتخبنا الوطني، وهذا الشيء اللي سهل الحياه كلش انه نوصل بعيد ونحقق حلم كاس العالم. الف الف مبروك لكل عراقي. انا عباس التويجر وهاي بالملي، وتعال اسمعك شغلات اول مره تسمعها بحياتك. بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر. شوف صديقي، جراهام ارنولد كان رجل جدا واقعي. هو قال لك المنتخب العراقي يلعب بخطة 4-4-2، اني ما راح اتفلسف، راح العب بنفس الخطة، بس كل اللي راح اسويه راح ازيد نقاط القوة اللي عندهم واحاول اقلل نقاط الضعف الموجودة عند المنتخب، وهذا بالضبط اللي سواه. اجى جراهام ارنولد اعتمد على 5 امور اساسية هي اعتبرت حجر الاساس بالفكرة مالته، وانا اللي بصراحة خلاني جدا متفائل. جراهام ارنولد يلعب اول شيء بضغط التبادل اللي شرحت لك اياه بداية الفيديو، يلعب نفس الوقت على التحولات السريعة وعلى الكرة التقدمية الامامية، ونفس الوقت اهم شيء عنده بكل مراحل اللعب يكون اكو وغلق المسارات التمرير، وهذا الشيء اللي صعب الحياه هجوميا على منتخب بوليفيا. ونفس الوقت راح تلاحظ انه حتى لو اني ارجع دفاع احاول اخلي زياده عدديه موجوده على اطراف حتى امنع نقاط ضعف المنتخب مالتي، ونفس الوقت اقلل من نقاط القوه الموجوده عند منتخب بوليفيا. كلنا نعرف انه بوليفيا واحده من اهم نقاط القوه اللي عندها هي اللعب على الاطراف، فانت من تخلي زياده عدديه على اليمين وعلى اليسار هيك انت راح تحرمه من اهم سلاح عنده، وهذا الشيء اللي بين. اذا احنا نروح للاحصائيات بكل بساطه راح نشوف المنتخب العراقي صحيح مستحوذ 32%، لكن استحواذ منتخب بوليفيا ب 68% ما كان بيزخم. اكو احصائيه يسموها المومنتم ما له علاقه بالموضوع الاستحواذ، هي لها علاقه بانت مسيطر على المباراه، لانه انت مرات تسيطر على المباراه وانت تلعب دفاع. شلون؟ انا العب دفاع وانطيك استحواذ سلبي انت ما تقدر تسوي بشيء، وهذا فعليا اللي صار. رغم انه منتخب بوليفيا عنده هواي تسديدات على المرمى، لكن هاي التسديدات كانت كلها ما مؤثره، ما وصلت المرحله تكون هي فرص محققه للتسجيل. ولهذا السبب نشوف الاحصائيات تلقى انه المنتخب العراقي بعد 6 تسديدات فقط، ومنتخب بوليفيا بعد 15 تسديده. بوليفيا عندهم بس فرصتين محققه للتسجيل، والمنتخب العراقي عنده بس فرصتين محققه للتسجيل، وهذين الفرصتين تسجلن. هذا اذا دل على شيء دل انه انت تلعب بزخم كلش متوازن مع المنتخب البوليفي. انت راح تلاحظ انه المنتخب العراقي اول ما بدا المباراه بالشوط الاول بداها بزخم كلش عالي وحاول يضغط على منتخب بوليفيا، وهذا الشيء تكرر مع بدايه الشوط الثاني، وهذا الشيء اللي ادى الى انه المنتخب العراقي قدر يسجل ويستفاد من عمليه الزخم اللي حصلها بدايه الشوط الاول او حتى بدايه الشوط الثاني. فشفنا انه المنتخب العراقي حافظ على الزخم التصاعدي ببدايه فترات اللقاء، وهذا الشيء اللي ادى بالاخير الى اهداف. اني مو بس اسوي زخم ايجابي، لا اني استغل هذا الزخم حتى اسجل اهداف، وهذا الشيء اللي صار بصراحه. بس الوقت اني بهرتني الارقام الدفاعيه لمنتخبنا الوطني. احنا نلعب بخطه 4-4-2 صحيح، بس 4-4-2 تتحول الى 5-3-2، وهذا الشيء يذكرنا بالكاتاناتشو الايطالي. راح تقول لي يا عباس منتخبنا الوطني مو رحت فيه زايد، مو لدرجه مثل المنتخب الايطالي. لا حبيبي، انا ما اقول لك احنا عندنا نيستا وعندنا نفس الوقت مالديني، لا انا عندي اكام هاشم هم احبه. اكام هاشم ما قصر الرجل، بس نفس الوقت انت عندك دفاع اليوم كان عنده شراسه مو طبيعيه. ورا ما رحت شيكت الاحصائيات على الفوت موب، اكتشفت انه من اول 10 لاعبين من 20 لاعب موجودين على ارضيه الملعب راح تشوف انه المنتخب العراقي محتل ال7 مراكز الاولى اللي موجوده من ناحيه المساهمات الدفاعيه، وهذا الشيء بصراحه جدا مميز. لان هذا الشيء اذا دل انه احنا فريقنا كان يلعب من كل قلبه،
يعني انا من العب دفاع انطر الدفاع حقه. نفس الوقت شفت اكام هاشم يعني مساهم ب 18 مساهمه دفاعيه، وتباوع انت على الطرف الثاني مثلا ايمن حسين اللي هو مهاجم وراس الحربه مالته، فايز الرجل باربع صراعات ثنائيه من اصل 7، وهذا الشيء اللي بصراحه اذا بين على شيء يبين انه هو الرجل ايش قد يقدم. يعني يجوز العالم يتباوع على ايمن حسين بس كمهاجم، بس بصراحه انا انبهرت من اداء الدفاعي حتى بعمليه الضغط العالي. جراهام أرنولد بدا بخطه ال4-4-2 التقليديه، واللي نفسها راح تروح وياه بعمليه الضغط العالي، ونفس الوقت نفس الخطه راح تكون موجوده حتى بعمليه اللو بلوك او الدفاع المنخفض. جراهام أرنولد اعتمد بالضغط العالي على عده افكار هجينه حتى يوصل الفكره انه اني امنع منتخب بوليفيا يبني الكره براحته، لانه اذا انت انطيت مجال للمنتخب بوليفيا انه يبني من الخلف براحته هذا الشيء راح ياذيك، لان راح يحول الكره على الاطراف وراح تصير زياده عدديه هناك. لهذا السبب جراهام أرنولد انا اشوفه هو طبعا مدرب غني عن التعريف وعنده خبره كلش كبيره، كان من المدربين اللي دربوا هواي منتخبات بالمنطقه وخاصه استراليا على سبيل المثال، واللي تعتبر كره قدم عنده كلاسيكيه، بس نفس الوقت هو دا يطورها الرجل. يعني انت تلاحظ ان المنتخب العراقي يلعب على عده افكار وعمليه الضغط، اهم فكره بيهن اللي هو اني العب على فشي يسموه الروتيشنال بريس او الضغط التبادلي مع البريسنج تراب، اللي هو اني راح اخلي لك لاعب حر، بس هذا اللاعب الحر راح اهجم عليه متى ما وصلت لك الكره، وممكن هذا اللاعب الحر راح يغلط مالتك لانه انت حظل تداور الكره الى متى، او بالتالي راح يغلط هذا اللاعب، او راح اجبره يلعب كره عشوائيه او يلعب الكره الطويله اللي اني اصلا عندي تفوق عددي بالخلف ممكن اخذها. وهذا الشيء اللي شفناه باكثر من لقطه، مثلا بهاي اللقطه راح تشوف انت دائما موجود ايمن حسين كمهاجم مع اللاعب اللي هو علي الحمادي يتناوبون على قلوب الدفاع اللي موجودين من منتخب بوليفيا مع لاعب الارتكاز، دائما اكو واحد يبقى يم لاعب الارتكاز وواحد يروح على قلب الدفاع، وهنا راح تشوف انت بعد ما الكره تتمرر للقلب الدفاع الثاني انه المهاجم الثاني راح يحاول يضغط عليه وهمينه يترك قلب دفاع حر على مود اللعب للكره، وبهالحاله راح تشوف انت دائما هاي المداوره موجوده. لكن هنا اذا نلاحظ انه علي الحمادي راح وترك لاعب الارتكاز قبل ما يوصل ايمن حسين، ولهذا السبب شوف ايمن حسين هنا يصيح، لانه هو يقول له انت شلون تروح قبل لا اني اوصل. فاذا هذا الموضوع هو ما جاي صدفه، هذا الموضوع مدروس بصراحه. يعني اني متاكد كل زين انه باكثر من لقطه شفتها انه جراهام أرنولد هو اللي موصل لاعبين يلعبون بهاي الخطه واللي كانت كلش فعالة. اما المنتخب العراقي بعمليه البناء فمثل ما قلت لك بالفيديو الفات اني كل شيء قلت لك تقريبا صار. يعني اذا بس ترجع لهذا الفيديو راح تشوف كل اللي قلت لك اياه، وخاصه الهدف الثاني مال ايمن حسين عباره عن كوبي بيست. كل اللي سواه جراهام أرنولد هو ما دوخ روحه بعمليه البناء، هو يحاول يداور الكره بين قلوب الدفاع، بعدها يلعب كره تقدميه اماميه يعتمد بها على ايمن حسين اللي هو يعتبر واحد من الوحوش بالكرات الثنائيه الهوائيه خاصه. فهنا انا راح تستخدم انت ايمن حسين كلاعب محطه، بعدها ايمن حسين راح يلعب الكره للجناح، وهنا دائما كانت عندنا مشكله ما راح تكتمل بها فكره أرنولد اللي هاي المساحه اللي متروكه بالزون 14 او المنطقه اللي مقابلها بالست ياردات. فدائما تلاحظ انت بعد ما الكره توصل للطرف ماكو لاعب بالوسط او الجناح اللي يحاول يستغل هاي المساحه، واللي حكينا بها بالحلقه اللي فاتت. لكن هاي المره ايمن حسين سمع كلامي، يمكن متابعني، اذا متابعني كابتن بس اكتب لي بالتعليقات، لانه انا شفت ايمن حسين بعد ما لعب الكره هاي راح هو استغل بنفس المساحه، واللي هو بصراحه مو دوره، المفروض يسوي هذا الشيء هو لاعب الجناح اللي يضم لهاي المساحه، لكن شفنا احنا ايمن حسين راح هو استغل هاي المساحه وسوى شيء انا كلش فرحان انه اشوف لاعب عراقي كمهاجم يقدر يسوي. فشي يسموه ديكوي رن اللي هو فيك رن. يعني شلون؟ يعني هو انا راح اسوي لك ركضه وهميه، ولهذا هنا راح تلاحظ انه ايمن حسين كل اللي سواه راح سوى نفسه رايح على يسار المدافع، فسحب لاعب المدافع اليسار، وبعدها كان هو منتظر الكرة توصل على حدود منطقة الستة ياردة، وهنا راح انقض وغير اتجاهه تماما. المدافع فجأة لقى ايمن حسين صاير قدامه وقدر يسجل هدف. طبعا بالمناسبة صديقي هذا الهدف يجوز ما ماخذ حقه، صح هو كان الهدف تأهل لكأس العالم، بس جدا قليل مهاجمين يلعبون برجلهم يقدرون يكونون بهذا الذكاء التكتيكي، انه اني اسوي هذا الديكوي رن، اسوي روحي دا اركض من هنا ونفس الوقت اغير اتجاهي بلحظه يكون هذا المدافع ما متوقعها. لان انا راح تشوف انه المدافع ما عنده اوبشنات هوايه، هو لو راح يرتكب خطا على ايمن حسين لو راح يتركه يسجل، ما راح يقدر يقطعها لانه صار خارج اللعبه تماما، وهذا الشيء اللي لعب عليه ايمن حسين. من النقاط الايجابيه اللي بصراحه جدا كانت تسعدني اللي هي عمليه الضربه الركنيه، قدرنا نستفاد من الكرات الثابته. يعني هنا راح تشوف انه انت منتخب بوليفيا
أمانة ما غلطوا بالركنية اللي إجا من هدف العراق. يعني هم بعالم كرة القدم سووا كل شيء صح، سووا دفاع مناطقي، سووا الدفاع اللي رجل لرجل، ووزعوا نفسهم بالطريقة المناسبة. فراح تلاحظ أنت كصارين هم مجموعتين، مجموعة على 6 ياردة مسوين المان تو مان، وعندك مجموعة صايرة خارج منطقة ال6 ياردة اللي صارين بمان تو مان 4 ضد 4 ضد لاعبي العراق، وأكو باقي اللاعبين اللي هم يغطون دفاع مناطقي. لكن كل اللي خربط هاي الحسابات هو بصراحة ذكاء أيمن حسين اللي قدر يسحب 2 قلوب دفاع. وهنا راح تشوف التفاهم الموجود بين أيمن حسين وبين علي الحمادي. علي الحمادي كل اللي سواه هو راح انطلق بهذا الاتجاه بالمساحة اللي متروكة خلف أيمن حسين، وأيمن حسين افتهم اللعبة، قال لك إذا وصلت لي الكرة وأنا أخذتها فأنا سابق المدافع، وإذا ما وصلت لي الكرة فأنا راح أسحب 2 قلوب دفاع وياه وراح تفرغ المساحة الموجودة لعلي الحمادي. وهذا اللي صار، وقدر علي الحمادي يسجل. لكن اكو نقطة كلش مهمة يجوز مو الكل انتبه عليها، اللي هو شوف تمركز أكام هاشم وين. أكام هاشم كان موجود ضمن ذول الأربعة الموجودين خارج منطقة ال6 ياردة، لكن لو الركنية اللي ملعوبة مو على القائم القريب ولا بالنص، صايرة على القائم البعيد، راح تلقى أكام هاشم وحده هناك اللي كان ممكن يرجعها. يعني تمركز لاعبين المنتخب العراقي بصراحة بالركلة الركنية هاي كان مثالي و10 على 10. أنا كلش فرحان أشوف أكو هواي أمور يعني تطورت بفترة جدا وجيزة، وأعتقد هذا السبب يعني لازم احنا نشكر الاتحاد انه اختاروا جراهام أرنولد. ليش؟ لأنه الرجل هو اصلا يعني خبير بال4-4-2، وجاء على منتخب عنده ارث كلش كبير بهذا الخطه، فالموضوع صار كلش سهل. يعني الحياه صارت سهله عليه والحياه صارت سهله على اللاعبين بنفس الوقت. اما بالنسبه للعمليه الدفاعيه راح تشوف انت جراهام أرنولد هو مسوي كل شيء صح، بس كان اكو شويه عندنا يعني مشاكل بتطبيق الفكره. يعني راح تلاحظ انت على الجانب الايسر من المنتخب العراقي دائما موجود ايمن حسين اللي يغطي المساحه. انت صعد تلعب بدفاع لو بلوك او دفاع متاخر بخطه ال4-4-2، بس تلاحظ دائما موجودين هذول الأربعة يصيرون 5-3-2، بس اللاعب اللي يغطي على لاعب الوسط من الخصم من منتخب بوليفيا دائما موجود أيمن حسين يشارك بعملية الضغط أو على الأقل يقطع مسار التمرير. لكن بالجانب الثاني راح تلاحظ علي الحمادي ما قدم الأداء الدفاعي المطلوب منه، وهذا الشيء شفته بأكثر من لقطة بصراحة. يعني علي الحمادي هجوميا عنده كلش هواي وعي تكتيكي، بس دفاعيا يحتاج يضحي أكثر. يعني أكثر من لقطة بالضغط العالي شفنا عنده مشاكل، والرجل حتى هنا بهاي اللقطة راح تشوف أنت هنا المفروض علي الحمادي هو اللي يضغط على اللاعب الموجود على مود يمنع انه تكون اصلا تمريره موجوده اللاعب الجناح اللي من منتخب بوليفيا. راح تلاحظ انت هنا امير العماري راح يدخل حتى يكون هو مساند للدفاع، ونفس الوقت احد الاجنحه راح يكل الخط الخماسي الدفاعي حتى يصير شكل المنتخب العراقي بحاله الدفاع على ال5-3-2. لكن نفس الوقت راح نلاحظ بسبب عدم ضغط حمادي على اللاعب اللي من منتخب بوليفيا راح يضطر ايمن حسين هو اللي ينزل. بس ايمن حسين كان متاخر الرجل، يعني هو متوقع وهذا المفروض واجب على الحمادي، بس على الحمادي كان يتمشى ما ضغط عليه بالوقت الصح، وهذا الشيء اللي ادى الى ثغره انفتح او شانل او قناه بالمساحه النصفيه اللي موجوده، رغم انه قلوب الدفاع كانت وقفتهم صحيحه وبصراحه لا يلامون عليها. بس راح تلاحظ انت حتى لاعب الارتكاز متوقع راح يكون اكو فد 2 لاعبين لانه ما حد ضغط. فهنا انت شفت انه وصلت الكره المهاجم منتخب بوليفيا وقدر يسجل هدف بدون اي ضغط، لانه عندك انت قلوب الدفاع طلعوا من اللعبه مراقبين هم 2-على-2 بمان تو مان بداخل منطقه الجزاء. نفس الوقت الظهير الايمن مع الجناح مع لاعب من الوسط راح يكونون هم همين خارج اللعب. كانوا دائما يحاولون يعزلون الاطراف لان هي هاي كانت نقطه قوه منتخب بوليفيا، بس انفتحت الثغره من هاي النقطه وقدروا يسجلون بوليفيا هدف. اتمنى هذا الشيء ما يتكرر، خاصه احنا شفنا اداء جبار دفاعيا من ايمن حسين. انا احكي لك بالمساهمات الدفاعيه يعني اكيد اكام هاشم قدم مباراه للتاريخ، دوسكي وشباب كلهم ما قصروا بصراحه، بس دفاعيا مساهمات ايمن حسين انا عندي هي اشوفها جدا مؤثره اكثر بهوايه من مساهماته الهجوميه، رغم هو يعني سجل هدف يعني يسطر اسمه بالتاريخ، وشفنا شلون كل الصحافه العالميه تحكي بهذا الموضوع. صراحه تقول لي احنا صعدنا وبعدين راح تلعب انت ويا منتخب فرنسا وراح تلعب انت ويا النرويج والسنغال، شنو اللي ممكن نسوي؟ شوف صديقي حتى اكون واقع وياك، انا كان حلمي نصعد الكاس العالم، لانه احنا طول عمرنا نسمع عن كاس العالم بس ما شايفيه بعيننا. يعني أنا أسمع من والدي أحمد راضي، رائد حمودي، ناطق هاشم، عدنان درجال، بس أنا ما شايفهم يلعبون. ودائما أبوي يسولف لي على شوط ما أتذكر يمكن ويا يوغوسلافيا أو هيك شيء، تعادلنا بالشوط الأول 0-0، بالشوط الثاني خسرنا 4-0 أو هيك شيء ما أتذكر. فهنا يعني أنت شوط واحد صنع ذكريات أبوي يسولف لي إياها، فما بالك جيلنا اللي ما شايف كاس العالم ولا شايف منتخب يلعب كاس العالم.
فخلينا نروح بس نصنع ذكريات. اذا تسالني عن رايي الشخصي فانا اتمنى السنغال مو انا بالمجموعه، واتمنى فريق اقوى مثل على سبيل المثال اسبانيا، على سبيل المثال المانيا، على سبيل المثال حتى البرازيل. انا بدي اشوف نجوم العالم يلعبون يوم منتخبنا، احنا رايحين نصنع ذكريات، وهاي فرصه كلش كبيره للمنتخب العراقي وللاعبين اللي موجودين بالمنتخب انه يغيرون مسارهم المهني تماما. يعني انت كل العالم راح يسلط الاضواء عليك، فانت اول شيء راح تروح المفروض ما عندك ضغوط، ما مطلوب من عندك شيء، بس تقدم اداء مشرف حتى لو تخسر بالثلاث لعبات بنتيجه 4-0 4-0 4-0 ما ضوج. انا اقول لك ما ضوج، بس انا اريدك نفس الوقت انت تبني. يعني اذا سمعنا كام هاشم وقف مثلا مبابي، تتوقع انه اوروبا ما راح يسولف بالموضوع؟ اذا سمعنا مثلا زي التحسين وقف هالاند، ما راح تتوقع انه الصحافه الاوروبيه كلها تحكي بالموضوع؟ ونفس الوقت احنا كمنتخب عراقي صار لنا 40 سنه يا اخي نلعب بهاي المنطقه، نحتاج نحتك بالفرق العالميه للصف الاول الموجوده باوروبا وغير اوروبا. هذا الشيء اللي بصراحه يعتبر واحده من اهم الاجراءات حتى يطور المنتخب مالتك. يعني انت اذا طالب مو يومي راح تاخذ 10، راح تيجي يوم تاخذ مثلا 5. انت اذا مثلا موظف مو يوميا راح يجون ينطوك زياده على الراتب، راح تجي ايام يجوز يبطلوك من الشغل. هي كلها اجراءات حتى تكون انت انسان افضل بالخطوه الجايه وتتعلم من عنده. فانا بصراحه جدا سعيد جدا سعيد، يعني الفرحه لا تسعني بصراحه انه اشوف المنتخب الوطني موجود، وكل ثقه بهذا المنتخب انه يطور اكثر واكثر، مو الا يصعد يا اخي، مو لا يصعد يا اخي، خلينا نخسر 70 بس احنا مجرد نشوف لاعبين منتخبنا موجودين بالمحافل العالميه، فهذا الشيء جدا كافي لهاي المرحله حتى نصنع ذكريات نسولفها لاولادنا باكر عقبه. بالاخير الف الف مبروك للشعب العراقي، بصراحه ما كان هو مجرد تاهل لكاس العالم، لا انا اشوفه هو صرخه بلد عانى من 50 سنة حرب. هذا الشعب يعني عاش أزمات ماكو شعب بالعالم ولا أمة عاشتها، يعني حروب قاتلة سواء حروب داخلية وحروب خارجية. أنا أحكي لك عن نفسي عمري 36 سنة، يعني وعيت على الدنيا كان الحصار موجود، وبعدها صارت الحرب مال غزو 2003، بعدها صارت المشاكل بالاقتتال الداخلي والموضوع الحرب الطائفية، وأنا كان عمري 17-18 سنة 2007. فبعدها انت تقدر تشوف، يعني تتخيل حياتي. هذا صارت العصابات اللي انتم تعرفوهم ما نقدر احنا نذكرهم، وبالاخير وصلنا مرحله يعني انه قبل 7 سنين كان ثلث العراق محتل من قبل هاي العصابات اللي ما نقدر نقول اسمها. بالمناسبة لابسين نفس هذا اللون، الله لا يوفقهم. وصلونا مرحلة انه قلنا هاي البلد راح بعد ما يرجع، بس الحمد لله بجهود قواتنا الامنية الابطال والشعب العراقي تكاتف مرة ثانية، واليوم نشوف المنتخب العراقي موجود بالمحافل الدولية بحدث كبير مثل كاس العالم، وراح نسمع نشيد موطني بكاس العالم. الف الف مبروك للكل، ولا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتكتب لي كومنت لطيف مثلك، واشوفك بالفيديو الجاي.